الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وسلم تسليما كثيرا. نستكمل معكم ما جاء في سورة آل عمران عن غزوة أحد من بداية قوله: واستبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. وصلنا إلى قول أن الحق سبحانه وتعالى يسوق للمؤمنين أن ما حدث لهم حدث للأنبياء قبلهم، فقال لهم: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وقلت الفرق بين الوهن والضعف والاستكانة. ثم أثنى الحق سبحانه وتعالى على هؤلاء فقال: فما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. تناولت هؤلاء إلى أن وصلت إلى قوله: فآتاهم الله ثواب الدنيا. إيه هو ثواب الدنيا في القتال؟ الغنائم، النصر والغنائم. وثواب الآخرة لمن نال الشهادة، الجنة، اللي هي: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ثم قال: والله يحب المحسنين. وقلت أن الإحسان درجة هي أن تأتي أكثر مما طلب منك في التكليف من جنس ما كلفت به. ثم يأتي الحق سبحانه وتعالى قوله خطابا للذين آمنوا عن غزوة أحد، يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. نداء يا أيها الذين آمنوا بيستلزم أمر أو نهي على المؤمن متى سمع قوله يا أيها الذين آمنوا أن ينصت وأن يعتقد بصحته وأن يعمل به. طيب، إيه هو النهي وهو الأمر؟ نهاهم أن يطيعوا الذين كفروا. مرة أخرى جت قبل كده في قول يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هنا بقى ما قالش الذين أوتوا الكتاب، قال إن تطيعوا الذين كفروا، لأن هناك كافر مشرك وهناك كافر كافر وهناك كافر من أهل الكتاب. كافر العادي اللي هو بينكر وجود الحق، الكافر المشرك الذي يؤمن بالله ولكن معه غير أو وسيلة إليه غير ما شرعها الله، ذلك مشرك. من أجل ذلك خاطب الله سبحانه وتعالى أهل مكة بقوله إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وكل ذلك واقع تحت إطار الكفر. أما أهل الكتاب فهم كفرة من أهل الكتاب، يأتي مرة باسم أهل الكتاب ومرة باسم الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. طيب، هنا أن تطيعوا الذين كفروا. كفروا منين؟ لفظة الذين كفروا من أهل الكتاب من اليهود ومن النصارى، وكفروا من المشركين من أهل يثرب، لأن المدينة كان لسه فيها بعض المشركين، وهناك المنافقين، والنفاق هو أشد من الكفر أصلا. يبقى إن تطيعوا الكافرين من اليهود الذين كفروا بنبوة محمد وقرآنه، أو النصارى، أو المشركين، أو منافقين المدينة، تطيعهم في إباءه. قال وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عن ابن أبي حاتم عن ابن عباس لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة أحد وقد استشهد معه 70 وجرح صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونالت المسلمين الهزيمة في غزوة أحد، قال هؤلاء المسلمون المؤمنين: من أين أصابنا هذا؟ وكيف يصيبنا هذا وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يصيبنا هذا وقد وعدنا الله بالنصر؟ قال هؤلاء من بعض المسلمين المخلصين في إيمانهم، وقال بعضهم هؤلاء من تحريض الذين كفروا. قالت اليهود أن الأنبياء لا ترد لهم راية، الأنبياء لا يهزمون، إذا كان محمد نبيكم هذا نبيا حقا ما ردت رايته وما هزم. ما حدث له في أحد يدل على أنه ليس نبيا، فلو كان نبيا ما كان هزما. فقال الحق سبحانه وتعالى للمؤمنين: لا تطيعوا الذين كفروا، لأنكم لو أطعتموهم لاعترفتم بأن محمدا ليس نبيا وتكونون قد خرجتم من الإسلام إلى دين الكفر مرة أخرى. من أجل ذلك قال الحق: إن تطيعوا الذين كفروا
بأنكم تقولون ما قالوه وتعتقدون ما قالته اليهود والمشركون لكم من أن محمدا ردت رايته والنبي لا ترد له راية والنبي لا يهزم، أنتم بهذا الأمر قد كفرتم بالإسلام وبدين محمد فعدتم كافرين إلى دين الشرك. من أجل ذلك إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ثم يقول الله بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. أما المؤمنين الذين قالوا من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله بالنصر وقد وعدنا الله بإنزال الملائكة وإن صبرنا واتقينا أنزل علينا بدلا من 3000 الملائكة 5000، بل إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورها يمددكم ربكم ب5000 كما قلت في الآيات السابقة. قال الله لهم أنتم السبب، الله صادق في وعده. فقال لهم ولقد صدقكم الله وعده. انظروا إلى بداية المعركة. بداية المعركة بدأت بالمبارزة بطلحة بن أبي طلحة العبدري، فخرج له الزبير فقتله، ثم هجم المسلمون هجمة واحدة وكانوا 700 في مواجهة 3000 مشرك بأحدث الأعتاد، ورغم ذلك كانت بداية النصر للمسلمين حتى هرب بعض المشركين في الجبال، حتى إن هند بنت عتبة التي كانت تنشد الأشعار في تحميس بني عبد الدار أصحاب اللواء ويها بني عبد الدار ويها حماة الأديار ضربا بكل بطار إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق وإن تدبروا نفارق فراقا غير وامق، أصبحت تجري في الجبال حتى بدت سيقانها وهي تجري هي ونساء قريش. بداية النصر كانت من الله لكم، ولقد صدقهم الله وعدا في النصر في بداية المعركة إذ تحسونهم بإذنه. الحس اللي هو القتل. بداية المعركة انتم نزلتم تقتيل فيهم، أنتم قتلتم كل حملة ألوية بني عبد الدار حتى كانت تفني بني عبد الدار، ولم يحمل لواءهم إلا امرأة، كل بطل صنديد يحمل اللواء يخرج له أسد الله الغالب حمزة أو عليا فيقتله، وخرجوا يهربون جميعا ودارت عليهم الدائرة. قتلتم منهم إذ تحسونهم بإذنه حتى ظل النصر مرافقا لكم، حتى إذا فشلتم. الفشل منكم، ربنا ابتلاكم بالهزيمة بسبب فشلكم ونزاعكم، ابتلاكم الله بالهزيمة بسبب عصيانكم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تنصرون وأنتم لم تطيعوا أمر رسول الله؟ هب أن النصر كان في أحد وقد خالفوا أمر رسول الله بالثبات في جبل عينين، أكانوا بعد ذلك يطيعون رسول الله في أمر؟ إذا جاء تأديبا لهم ليقول الله لهم أنتم لن تنصروا إلا بطاعة رسول الله، فكانوا بعدها يقول الله لهم افعلوا ورسول الله يفعلوا يقولون سمعنا وأطعنا، تأدبهم. إذا الهزيمة كانت تأديب. تأديب ليه؟ بسبب الفشل. إيه هو الفشل؟ لما قال رسول الله ل50 رجلا أمر عليهم عبد الله بن جبير اثبتوا على جبل عينين فلا نؤت من خلفنا، ولو رأيتمونا تخطفنا الطير في ساحة المعركة لا تنزلوا فإنا لا نحب أن نؤتى من الخلف. فلما بدأت المعركة وخرج أسود المسلمين يطيحون في المشركين وبدأ المشركون في الفرار، قال الرماة لقد حسمت المعركة لصالح المسلمين هلم بنا ننزل فنأخذ الغنائم والأنفال. فقال لهم عبد الله بن جبير اتقوا الله وأطيعوا أمر رسول الله، فخلفوا عبد الله بن جبير ونزلوا كلهم أكثر من 40 رجلا منهم إلى ساحة المعركة ليأخذوا الغنائم. فدار خالد بن الوليد وأتى المسلمين من الخلف فأصبح المسلمين بين فكي الكماشة. هنا اضطربت صفوف المسلمين، هنا عاد المشركين الذين كانوا يفرون بعدما سمعوا صيحة فرسان خالد وأطاحوا بالمسلمين ودارت الدائرة على المسلمين. إذا السبب ليس من الله، الله صادق في وعده. أنتم الذين فشلتم، وأنتم الذين تنازعتم في الأمر، وأنتم الذين عصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون من بوادر النصر. لماذا؟ لأن منكم من يريد الدنيا بأن يحصل على الغنائم، ومنكم من يريد الآخرة.
بالقتال كسعد بن الربيع وأنس بن النضر وغيرهم. من أجل ذلك قال الله لهم: ولقد صدقكم الله وعده بالنصر في بداية المعركة. وذلك الصدق ظهر لما أخذتم تقتلون إذ تحسونهم بإذني، إذ تقتلون المشركين بإذن الله، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، اختلفتم وعصيتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد ما أراكم ما تحبون من بداية النصر، منكم من يريد الدنيا يريد النزول للغنائم، ومنكم من يريد الآخرة الجهاد في سبيل الله، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. المعركة انتهت بإصراف المشركين عن رسول الله. الخيل لما جاءت من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلي عباد الله، إلي عباد الله، لم يكن معه إلا 7 من الأنصار أو 10 من الأنصار وطلحة وسعد. كان رسول الله عندما يذكر أحد يقول: هذا يوم لطلحة بن عبيد الله وحده، قاتل كافة المسلمين، جرح 38 جرحا. عندما كان يذكر رسول الله أحدا قال: ذلك يوم طلحة. وقال في بعدما: لقد أوجب طلحة الجنة، بشره الله بالجنة لأنه دافع عن رسول الله دفاعا مميتا. وسعد بن أبي وقاص خال رسول الله نصر له رسول الله كنانته وقال له: ارمي سعدا فداك أبي وأمي. وجاء أبو دجانة سماك بن خرشة أسد الأنصار فترس دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ يتلقى السهام والحراب في جسده دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودافع مصعب بن عمير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ضربه ابن قمأة الليثي فقتله، فاعتقد أنه رسول الله لأنه كان يشبهه فقال: قتلت محمدا. إلى أن جاء أبو بكر وأبو عبيدة بن الجراح فنزعوا حلقة المغفر من على خد رسول الله. أقول لكم: جرح رسول الله، كلم رسول الله، ضرب على كتفه، كسر الشفة. كيف يفلح قوم خضبوا دم نبيهم؟ كل ذلك وانحاز المسلمون بعد أن علموا أن رسول الله حي، وفي جمع من 30 من أصحابه تمكنوا من إخراج رسول الله من أرض المعركة إلى هضبة في شعب جبل أحد. وحاول المشركون أن يصعدوا إلى تلك الهضبة ليقتلوا رسول الله ويتموا الهزيمة فلم يستطيعوا. إذن صار هناك حاجز، فلم تكن هزيمة كاملة للمسلمين، إنما كان حالة من فض النزاع. المشركون في أرض المعركة ورسول الله معه صحبه القليل الذين ثبتوا معه على شعب من جبال أحد في هضبة عالية، ولم يستطع المشركون أن يقتلوا رسول الله ولا أن يقتلوا أصحابه ولا أن يصعدوا إلى تلك الهضبة لينالوا من رسول الله. فتمخطر أبي سفيان وقال: أعلى هبل. فرد عليه عمر: الله أعلى وأجل، لنا العزى ولا عزى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم، إلى أن تأتي في ذلك السياق الذي قلته قبل ذلك. من أجل ذلك قال: ثم صرفكم عنهم، أي لم يتم أمر المشركين في قتل رسول الله. حالة من حالات الصرف والفصل بين القوات، المشركون في ساحة المعركة ورسول الله في شعب على هضبة في جبال أحد، لم ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. العلة هنا في كل ما حدث في أحد هو الابتلاء، والابتلاء ابتلاء بالضر وهي الهزيمة. قلت قبل ذلك أن الابتلاء نوعان: ابتلاء بالنعمة وابتلاء بالضر. هنا ابتلاء بالضر. كيف ينجح المسلمون في ذلك الابتلاء؟ بالصبر والتعلم من ذلك الدرس، أن يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلموا أن ذلك الأمر وإن كان ضرا وإن كان بلاء إلا أن الله أنزله بهم بسببهم وليس بسبب الله. الله لم يرد أن يهزم المسلمين، ولكن الله عاقبهم لعصيان رسول الله. ذلك الابتلاء كان بفعلهم لما تنازعوا وفشلوا وعصوا أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك الابتلاء يكون بالصبر. ذلك الابتلاء بأن يقولوا: قاتلوا على ما مات به عليه نبيكم، حتى وإن كانوا علموا خطأ أنه قد قتل. الإيمان إيمان لله وليس إيمانا لمحمد. رسول الله مبلغا وليس يعبد.
رسول الله مبلغا ورسول، أما الذي يعبد وصاحب الدين هو الحق سبحانه وتعالى. من أجل ذلك قال ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ثم قال ولقد عفا عنكم. عفا عن مين؟ عفا عن اللي فر عن رسول الله، عفا عن اللي قال ذلك القول، عفا عن اللي قال لو كان نبيا ما قتل وما ردت له راية. الابتلاء هنا الصبر والرضا، والله ذو فضل على المؤمنين. ثم يذكر حدثا من أحداث المعركة: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، بتفروا وما بتبصوش وراكم. لوت الدابة عنقها أي التفتت وراء ابنها. انتوا بتجروا لما جت الكماشة عليكم من خالد وجنوده والمشركين من قدام، فر منكم أناس كثيرون في ذلك الأمر، فروا، بتفروا وما بتشوفوش وراكم. والرسول في آخر القوم يدعوكم إلي عباد الله، والرسول يدعوكم في أخراكم هنا، فأسابكم الله غما بغم. ليه؟ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.